قبل ما نبدأ أنا عايز أقولك إن أنا جايلك بملخص أنمي جامد جدا من الآخر. بس قبل ما نبدأ أنا عايز أشكر الناس اللي بتكتب لي كومنتات إيجابية ودعم ليا. وبس كده، قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنساش الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ. بتبدأ الحكاية مع شخص بيجري بسرعة كبيرة وسط المدينة المدمرة والمحترقة، وأثناء جريه بيشوف واحد بيتاكل، وده بسبب وباء الزومبي اللي انتشر في المدينة. وبيبدأ الزومبي في الجري ورا الراجل ده، والراجل ده بيجري بأقصى قوته عشان ينجو بحياته. وبتزيد أعداد الزومبي بشكل كبير جدا، وكمان الزومبي قدروا يوصلوا للطيارات اللي في الجو ويدمروها. ومع جري الراجل ده بنروح لشخص تاني، واللي بيكون بيتفرج على الفيلم وبياكل مكرونة طويلة ومدلع نفسه على الآخر. بيقول لنفسه إن الحوار بتاع الزومبي ده أهون من اللي بيحصل في المكتب. وبيشوف الساعة وبيلاقيها بقت 4 صباحا، وبيقول أنا لازم أنام عشان عندي بكرة شغل ولازم أصحى بدري. ولما بيفتكر الضغوط في الشغل وفجأة راح في النوم، وبيشوف إنه عايش على الله وغرفته مزبلة حرفيا. وبنرجع كده فلاش باك 3 سنين ورا، وبنشوف المدير اللي شغل بطلنا، وبيبدأ في تعريف نفسه لزمايله في الشغل. وبنعرف إن اسمه تندو. المهم بيرحب بيه زمايله بكل سرور. بيكون تندو فرحان بشغله، وبيوصلوا المدير للمكتب بتاعه، بيقولوا ان لو عنده اي استفسار يسأل رئيس القسم بتاعه. فبيسلم تندو على رئيس القسم، وبيخبط تندو في موظفه وبيوقع الملفات بتاعتها وبيتأسف لها، وبينزلوا يجيبوها من الارض هما الاتنين. واول ما بيشوفها تندو بيثبت في مكانه حرفيا من غير حركة بسبب جمالها. تستغرب البنت من تندو، وبيديها تندو الملفات بتاعتها، وبتعرف الموظفة عن نفسها. وبنعرف ان اسمها سوري، فبيرحب بيها تندو. فبتقول له سوري لو احتجت مساعدة في اي حاجة في الحسابات تعالى قولي. وبتسيبه وبتمشي. تندو ما كانش مصدق ان في جمال كده معاه. وبعد ما خلصوا الشغل في الشركه وبيروح مع زمايله يتعشوا، وبيكونوا عايزين يتعرفوا عليه اكتر، ولكنه مش بيكون مهتم. وبيكون بيفكر في ثوري وانه لازم يشتغل بجد واجتهاد ويوصل اعلى المراتب في الشركه عشان ثوري تهتم بيه. وبعد انتهاء العشاء بيقوم الكل وبيقول لهم تندو اشوفكم بكره. لكن بيتصدم لما بيطلعوا كارنيهات العمل وبيقولوا له يلا بينا على الشركه يا معلم. ولما بيروح الشركه ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل، بس بيهتم بالشغل وبيفضل سهران لتاني يوم في الشغل لدرجه انه راحت عليه نومه ومش بيلحق ينام، وبيصحى على الشغل على طول. وبيبدأ تندو الشغل على المكتب بتاعه. بيقول لنفسه انا هرجع البيت امتى، وبيسمع واحد بيقول انا رايح اجيب العشاء، وشكل كده مفيش رجوع للبيت. وفي الاخر بيرجع البيت بعد يومين من الشغل. بيروح البيت وبيترمى على السرير من الاجهاد، وبيصحى على صوت المنبه ومش بيكون قادر يقوم، ولكنه بيقوم ومش بيكون عايز يروح الشركة دي. بس بيسترجع طاقته وبيلبس هدومه وبيروح الشغل بكل حماس. وبيقول انا ممكن في يوم من الايام اخد اجازة. فواحد بيقول له انت عندك اجازات، بس للاسف انا ما شفتش حد خد الاجازات دي قبل كده. وبيشوف 2 من الموظفين واللي باين انهم كانوا نايمين في الشغل. ولما راح تندو وزميلته عشان يسالوا عن حاجه في الشغل، رئيس القسم بيتين يزعق لهم، وبياخد باله ان كل زمايله واخدين بالهم من صحتهم على الاخر. دول قاعدين يضربوا مشروبات غازيه بس. وفي السنه التانية ليه في الشغل بيكون متعود على نوم المكتب، وبعدها بيقوم يكمل شغله. ولما بيشم ريحته بيقول انا لازم استحمى. وبيلاقي رئيس القسم بيقول له في شغل جوه زميلك سابه ومش هيدخل كمله. وبيكون تندو محبط لانه هيضطر يشتغل طول الليل والنهار. وفي اللحظه دي بتوصل ثوري واللي كانت جايبه الغدا لانه كان مشغول في العمل. وبيكون تندو سعيد لانها بتكون مهتمه بيه وبيشكرها. وفي اللحظه دي بينادي المدير على ثوري، وبنعرف ان هما الاثنين معنشمين سوا. ولما بيكون تندو راجع على البيت بيقول لنفسه انا ليه شغال في الشركه دي، وبيكون هيعمل حادثه على الطريق وهو ماشي. وكمان بيكون ماشي يتطوح. وفي السنه الثالثه ليه في الشغل بيكون الشغل ازداد عليه ومش بيخلص. وعمك الحاج رئيس القسم بيستمر في الزعيق. وبيرجع تندو البيت وهو محبط وحزين جدا، وبيكون عايش في المزبله بتاعته. بيشوف الاخبار واللي بتتكلم عن العمال اللي بينتحروا بسبب ساعات العمل اللي ما بتنتهيش. وبعدها بيكون هينام وبيقول لنفسه يا ريت انام ما اصحاش تاني. وبيرن المنبه وبيصحى تندو اللي عامل زي الزومبي ده. ولما بيكون رايح الشركه بيكون نسي يدفع ايجار المكان اللي بيركن فيه العجله بتاعته. فبيروح لصاحب العماره عشان يدفع الايجار، ولما بيخبط عليه مفيش حد بيرده. وبيكون عاوز يمشي عشان ما يتاخرش على الشركه، ولكن بيلاقي الباب مفتوح. فبيدخل المكان ولكن بينصدم صدمه كبيره لما بيدخل وبيلاقي صاحب العماره اتحول لزومبي وبيجري وراه. بيجري تندو بكل سرعته من المكان، وبتزداد اعداد الزومبي. وبيهرب تندو من المكان وبيخبط في الباب ودماغه بتتصاب. وبيجري لسطح العماره، واول ما بيفتح الباب بيشوف طياره بتقع من السماء وبتكون على وشك انها تخبط فيه. وبيكون تندو سعيد من مطارده الزومبي ليه. ايه الواد المتخلف ده يا جدعان؟ وبيكون فرحان لانه نجي من الشركه الزباله اللي كان شغال فيها. وبيجري وهو طاير من الفرحه على الرغم من ان الزومبي بيكون وراه. وبينط تندو من على سطح المبنى على استراحة تحتها زومبي. وبيكون فرحان لانه كان بيشوف العالم ابيض واسود ودلوقتي بيشوف بكل الالوان. وبينجح تندو في الهروب من الزومبي وبيقرر ينقذ ثوري ويعترف لها بحبه. وبياخد عجلته وبيروح لمنزلها. وبعد نقاش طويل مع نفسه بيجمع شجاعته وبيرن الجرس بس مفيش حد بيرد. فبيفتح الباب وبيلاقي المدير اللي اتحول لزومبي موجود في بيت ثوري حبيبته. فبينطلق تندو ناحية المدير بقوة وبيرميه من الشباك. وبنرجع لتندو اللي بيدور على حبيبته. لما بيلاقيها بينصدم لانها بتكون اتحولت لزومبي
لزومبي، فبيعيط تندو على حبيبته اللي اتحولت لزومبي، فبتلحقه سوري، ولكن لحسن الحظ بينجح تندو في الهروب. بعدها بنشوفه وهو بيشرب مشروب غازي وما بيكونش مصدق اللي بيحصل، وبيكون مفكر نفسه في حلم لانه مش هيروح الشغل تاني، وبيقرر انه لازم يحقق احلامه مهما يحصل، وبيدخل السوبر ماركت عشان يكتب احلامه اللي عايز يحققها. فهل هينجح في تحقيق احلامه وسط الزومبي والعالم المدمر ده، ولا هينتهي بيه الامر بانه يتحول لزومبي؟ وهل هو الناجي الوحيد في العالم من وباء الزومبي؟ كل ده هنعرفه في الاجزاء اللي جايه. وقبل ما تقفل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وما تنساش الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وعايز اخد رايكم في طريقه القائمه الجديده للفيديوهات، هل عجبتكم ولا نتن على الطريقه القديمه؟ يلا سلام.